السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد العلاج جديد وكيعطي امل بزاف ديال المرضى، وهو الإيمونوثيرابي او العلاج المناعي ضد السرطان. واش عمرك سمعتي بيه؟ كيفاش كيخدم؟ وشكون يقدر يستافد منه؟ خليك معايا حتى الاخر. شنو هي الإيمونوثيرابي؟ الإيمونوثيرابي هو علاج كيعاون المناعة ديال الجسم باش تحارب الخلايا السرطانية. يعني بدل ما العلاج يهاجم السرطان مباشرة، كيوقد جهاز المناعة ديالك باش هو اللي يخدم. حيت مرات السرطان كيكون ذكي وكيختبئ من المناعة، والإيمونوثيرابي كيعرف كيفاش يكشفو. كيفاش كيخدم؟ في الجسم ديالنا المناعة كتعرف تهاجم أي حاجة غريبة، ولكن الخلايا السرطانية مرات كيديروا بحال إلا هما خلايا عادية وكيبقاو كيكبروا. الإيمونوثيرابي كينحي هاد الماسك وكيخلي المناعة تشوف السرطان وتهاجمو. فاش كيتستعمل؟ هاد العلاج كيتستعمل في بعض أنواع السرطان بحال سرطان الرئة، الميلانوما، سرطان الجلد، سرطان الكلية، سرطان المثانة، وبعض أنواع سرطان الثدي والرأس والعنق. ولكن ماشي كل مريض يقدر يديرو، خاص الطبيب يدير تحاليل ويشوف واش مناسب ليه. كيفاش كيتعطى؟ غالبا كيتعطى عبر السيروم في المستشفى كل أسبوعين أو 3 حسب الحالة. الجلسة ما كتوجعش والمريض كيقدر يرجع لدارو من بعد. شنو هي الأعراض الجانبية؟ بحال أي علاج ممكن تكون أعراض جانبية، ولكن ماشي عند الجميع. تعب، سخانة خفيفة، طفح جلدي، إسهال، التهاب في بعض الأعضاء. لهذا خاص المراقبة الطبية المستمرة. واش كيشفي السرطان؟ الإيمونوثيرابي عطى نتائج مزيانة بزاف عند بعض المرضى، وحتى ناس كان السرطان منتشر عندهم وولات حالتهم مستقرة لسنين. ولكن النتيجة كتختلف من شخص لآخر. رسالة أمل. العلاج ضد السرطان ولا كيتطور كل نهار، والإيميونوثيرابي واحد من أكبر التطورات في هاد السنوات. الأمل كاين والعلم يتقدم. إلى عجبك الفيديو دير لايك وسبسكرايب باش يوصلك كل جديد على علاجات السرطان والتوعية الصحية.